ليه دايما بننجذب للشخص التوكسيك؟ الشخص اللي مش واضح، اللي هو مش مضمون، اللي ممكن يسيبنا في اي وقت، الشخص اللي بيختفي من حياتنا وبيرجع تاني وقت ما يحب. ومش بننجذب للشخص الواضح الصريح اللي فاتح ورقه كله قدامنا. يعني لو قدامك شخص دغري وداخل جد وواضح، وشخص تاني مش واضح ومش صريح وبيلعب بيك، هتختار الشخص اللي مش واضح وبيلعب بيك. ليه بقى؟ أول حاجة لأن الشخص التوكسيك هو شخص بيحرك مشاعرك طول الوقت، بيخلي مشاعرك طول الوقت في تغيير مستمر، رايحة جاية. يعني بيخلي إن كل شوية حاجة جديدة تحصل، فده بيخلق عندك شيء من الفضول إن كل شوية حاجة تحصل لك جديدة تحرك مشاعرك بشكل جديد. لكن الشخص الصريح هو شخص أنت عارف آخره وعارف هو عايز إيه، ومشاعرك ثابتة معاه طول الوقت، فمفيش جديد بيحصل. الشخص التوكسيك لما بيكلمك انت بتنبسط اكتر بكتير من انبساطك لما الشخص الواضح والمحترم يكلمك. ليه؟ لان الشخص الواضح انت متوقع منه ان هو يكلمك في اي وقت، ومتعود منه على الصراحة وان هو بيكلمك كده كده على طول. لكن الشخص التوكسيك اي حاجة بيعملها بتبقى بالنسبة لك مفاجأة وغير متوقعة، واي حاجة غير متوقعة بيبقى لحظة الانبساط فيها اكتر بكتير من الحاجة اللي انت بتكون متوقعها. فمشاعرك اللي بتجيلك مفاجأة من الشخص اللي مش واضح انت بتبقى مقدرها اكتر بكتير وحاببها اكتر من اي مشاعر تانية ممكن تجيلك من اي شخص تاني، لان هي بتبقى اقوى بكتير وغير متوقعة. فده بيخلق جواك شيء من المغامرة، فبتكون حبه اكتر. طبعا في النهاية ايه هو الصح؟ الصح اننا نحب الشخص التوكسيك؟ لا، المفروض العكس. امال احنا ليه بنعمل كده؟ لان احنا دايما بنحب نعيش مغامرات جديدة، وبنحب ان احنا كل شوية يحصل لنا حاجة جديدة. فده مش بيبقى حب للشخص، ده بيبقى حب للمشاعر والمغامرة اللي هو بيعيشها لنا. ده غير اننا بنحس كمان بثقتنا بنفسنا لمجرد ان الشخص ده يكلمنا. يعني انت كمان رابط ثقتك بنفسك بالشخص ده، وهي دي الحاجة الغلط.